في اغنيه بتقول ايه؟ زي كل مره جيلك. عارفين الاغنيه دي؟ زي بتاعت بهاء سلطان مش عارف مين تاني كده، زي كل مره جيلك. بيتقال على مصر يعني، لا بقى هنا بنقولها للزمالك. هنا بنقولها للزمالك والاهلي. الاهلي بقى زي كل مره يروح للزمالك يكون ضايع الزمالك، والزمالك هو يفوقه زي كل مره. زي كل مره. للاسف النهارده الموضوع بيتكرر تاني. بيكون غرقان شد طلعه، بيكون ميت احييه، بيكون بيغرق طلعه فوقه. للاسف الماتش ده يتحمله كابتن معتمد جمال الماتش التاني على التوالي، لان الماتش ده من اول كده بسم الله الرحمن الرحيم احنا خسرناه نفسيه وشخصيه. وكابتن معتمد جمال اول حاجه النفسيه، انت ماتش انبي وانت ضايع، نازل ضايع، مش ما عندكش شخصيه انك تكمل بطوله وتاخد بطوله. دي اول حاجه. حتى كنت في الماتش تايه متلخبط مش عارف تخلص، وانبي فرقه تافهه كرويا، يعني مش عارفه تعمل حاجه. ضيع النهارده قدام بيراميدز اهي، وده في الشوط الثاني، حتى في الشوط الثاني بتاع ماتش انبي كانت فرقه ضايعه، بس انت ما عرفتش تخلص لانك كنت ما عندكش شخصيه انك تخلص، خايف من كل كوره. زي ما النهارده برضو وانت اصلا كنت في ماتش انبي بتفكر يا كابتن معتمد في ماتش الاهلي. انت كنت خايف وخوفت لعيبتك من ماتش الاهلي، كانوا بيفكروا في ماتش الاهلي قبل ماتش انبي، عشان كده دخلوا النهارده وهم خايفين، دخلوا عندهمش شخصيه البطل، شخصيه اللي بياخد الدوري ويفنش دوري. يا كابتن معتمد انت السبب في كل ده، انت السبب النهارده اللي بتعك في التشكيل. عكيت في التشكيل، مبروك عكيت في التشكيل. والنهارده بتبقى ايه؟ فكرنا، شغلنا مخنا، قلنا بايه؟ لا الواد محمد ابراهيم وحش ليه؟ ما هو اللي كان بيكسبك، هو اللي خلاك النهارده في المركز دوت. واد جامد، واد كويس، واد شاب لسه عاوز يثبت نفسه، ماتش كامله ما تلعبه يا عم. لا ازاي افتكس محمد اسماعيل؟ لعبت محمد اسماعيل البس. مين بقى تاني؟ بتزيرة بقى، ما هو واد كوكا، صح كوكا. كوكا كان الواد عامل عليه الماتش الشوط الدور الاولاني، وكان موقفه. لا خليه ناحيه الشمال، هو كده افضل، هو كده احسن، هو كده هيبدع ناحيه الشمال ولخبط التشكيل ولخبط الدنيا قدام اكتر ما هي متلخبطه. جبته ناحيه الشمال، مفيش. يعني لو كنت هتاخده منه، حتى لو كنت هتاخد منه 60% 70% 90%، ما خدتش حاجه منه في ناحيه الشمال. انسى. لا والكارثه الكبرى بعد ما اكون مغلوب 2-0 وطلع 2-0 الشوط الاول، انزل اشغل دماغي اكتر، افكر اكتر بقى، ودماغي تشتغل لا انا هو شيكو بنزل اللي هيخلصها، هو الواد مارادونا النيل، مارادونا الانجولا، ولا مش عارف جاي منين، اي بلوه علينا. شيكو بنزل اللي هو المفروض بيحل لنا كل المشاكل، اللي بينزل بيغير ماتشات، اللي بينزل بيغير الكوكب كله، الكوره في الكوكب كله. نزلته البس، قعد 45 دقيقه شيكو بنزل، انا اقسم بالله ما ادروش دقيقتين على بعضيهم. وقلتها زمان، شيكو بنزل ده تنزله اخر ربع ساعه 10 دقايق لما يكون ماتش ميت، ينزل يجري جويرتين، يحيي الماتش شويه، اي حاجه، لكن اوعى تديله 45 دقيقه، ما يستحقش 45 دقيقه، لانه اصلا ما عندوش شخصيه انه بيلعب فرقه كبيره، ما يعرفش يعني ايه فرقه كبيره، ما يعرفش يعني ايه قمه، ما يعرفش ما عندوش في صفاته ده، ما عندوش. عارف مين كمان ما عندوش؟ عم جيد النهارده اللي باص باصتين بجونين. ما هو دوت شخصيه لاعب في الملعب. انت مش بتستحمل الضغوطات، خلاص كده عرفنا، انتهى. كورتين باصتين جونين، جاته ضربه جزاء، طب بقى اشغل دماغي وعارف ان الواد عم جيد مش فايق النهارده ومش في يومه، وضيع ضربه جزاء قدام انبي، طب ما غيره بقى،
احط عبد الله السعيد، احط يا عم اللي جاب ضربه الجزاء اسمه ايه بنتايك، احط اي نيله، برضه بحط برضه بحط هو عم جيت، حطيته البس البس. من الاخر، من الاخر كابتن معتمد جمال، انت اللي تتحمل الهزيمه، انت اللي بتضيع الدوري وهتضيع الكونفدراليه بالشكل ده. من الاخر يا كابتن معتمد، قدامك ماتشين، ماتشين 6 نقط تكسبهم تاخد الدوري وهننسى كل حاجه، وهننسى انك التزمت بالاي 3، وهننسى كل حاجه. البطوله بتجب ما قبلها، انتهى يا باشا، البطوله بتجب ما قبلها، كل حاجه. البطوله بتنسى اي حد اي حاجه. ماتشين 6 نقط تكسبهم تاخد الدوري وعندك ماتش كونفدراليه، ماتشين كونفدراليه، مفيش غير كده كلام، بعد كده مفيش كلام. واللعيبه دي لو ما نزلتش الماتش اللي جاي وفي دماغها كده وفي عقليتها كده ان البطوله لسه معاها، يبقى انتوا ما تستحقوش البطوله. السلام عليكم.